قلبك يطير. للمصداقيه عنوان فعلا. البوصه اللي انا قضيت بيها الموسم اهي دي، والميكادو برنسز. مش عارف هي موجوده هنا ولا لا في الشنطه بتاعت العده. هبقى اصورها لكم برضه او مش مشكله. الموسم اللي فات دوت بتاع البولت، عشان السنه كلها موسم تمام، بس كل سمكه ليها وقت معين بتنشط فيه اكتر. سمكه البولت عامه ليها موسم معين من اول شهر 6 لحد شهر 12. ده عز الموسم بتاعها من شهر 9 كمان، 9 و10 و11. جت في اول 12 ومنعت معايا الموسم ده تمام. كنت ببدل في بوستين اتنين، اللي هي ال 45 اللي هي الميكادو، وكل اللي خدها رزقه. انا ندمت اللي انا ما شلتش حتتين ليا من البوصه اللي هي الميكادو برنسز. كل اللي خدها رزقه بما يرضي الله، وانا مرضي وكل اللي خدها تمام. طلعتها بسعر حنين برضه. ودي كنت ببدل بيها، انا طلعت الميكادو علشان اطلع لك النجم ده تمام. البوصه اهي، دي المكنه اللي انا شغال بيها. البوصه هعرضها لك اهي، قلت لك منها شويه حلوين. خد بس كده ده، خد دي سكرين كده، خش على جوجل شوف هيترجم لك ايه عقبال ما اعرض لك البوصه. خدها سكرين كده، شوف جوجل هيجيب لك ايه. بلد المنشأ بتاعها تمام، عشان هتخش في عرض سعر مش هتشوفه تاني. اهي بالمكنه بتاعتها، بص بالفله بكل حاجه، بربطتها زي ما هي، بترابها بلحوستها بكله اهي، باينه اهي تمام. والبوصه التانيه بالمكنه بتاعتها، عشان كنت نزلت على دور غشيم في بولت غشيم محمل، كان ارباع وانصاص وكليات الله اكبر. والفيديو نزلته على اليوتيوب والناس كلها شافته، ونزلته على الفيس برضو. في الدور دوت حله الوحيد لازم ارفع على البوصه، ولو رفعت على البوصه الرقعه البوصه هتتكسر. البوص الرقع ما بيترفعش عليه سمك، لانه رقع بياخد ويدي مع السمك تمام. يتكسر منك على طول، او المرونه بتاعته انت تموت السمك جوه المايه وتجيب الموقف وترفع بيه. انما في دوار كده لازم ترفع على البوصه، فلازم تكون بوصه قويه وتستحمل ويكون فيها نسبه مرونه، عشان تاخد وتدي مع السمك برضه التقيل تمام. البوصه اهي، هوري لك الاول كده. هي بوصه كاست اساسا مش بوصه فل، بوصه كاست. الله اكبر، هي فبر جلاس. عمرك انت شفت بوصه فايبر وزنها 260 جرام وطولها 4 متر؟ ريشه، اقسم بالله ريشه. ريحتني جدا في الصيد. دي سواء مبتدئ ولا محترف هيبص هيطلع وحوش بالسمكه دي بالبوصه دي. الله اكبر، ريشه 260 جرام، انت مش ماسك حاجه في ايدك وطولها 4 متر. بص السي دبليو بتاعها كده كام. دي بتاع الجرنجوهات اصلا، بتاعت كاست. دي بتاعت جرنجوهات شغل كاست، من 5 ل 15 جرام. هوريك التفاصيل دي دلوقتي تمام. هوريك ده كله. بوصه الله اكبر عليها، حاجه محترمه جدا. القفله بتاعتها متر و20، قفلتها متر و20 سنتي، طولها 4 متر، يعني صافي 4 وي كمان 4 و10 سنتي. بص كام عقله كده، كام عقله. ادي 1 2 3 4، وجرايه على اللبلوب، جرايه على اللبلوب. بص اللبلوب بتاعها عامل ازاي. انا عايز اوريك بس حاجه كده، حاجه كده. اللبلوب ده كله اللبلوب ها، بص لي كده. اللبلوب ده مفرغ، البرندات بس اللي بينزل اللبلوب بتاعها مفرغ. البراندات بس اللي بينزل اللبلوب بتاعها مفرغ. يعني بص ده براند، وهتخش لك في عرض بسعر مش هتحلم بيه ولا هتشوفه تاني. بص اللبلوب مفرغ وانا عامل فيه ايه اهو. اللبلوب مفرغ وانا عامل فيه ايه. يعني البوصه الله اكبر، اللي مش هياخد من البوصه دي اقسم بالله هيندم. انا بنقي العده كأن اللي انا هصطاد بيها، وفعلا اصطادت بيها وجربتها تمام. الله اكبر. نخش على التفاصيل ونكمل بقيه العرض. الله الحبيب خلى قلبك يطيب. صيادين البوري تجمع بقى، وصيادين الكاستنج، وصيادين الفله. البوصه دي بص هتشغلها زي ما انت عايز تمام. البوصه دي اساسا بوصه كاست. انا هطلع لها النهارده، هعمل لها كومبو لسمك البوري، هتبقى متخصصه. هشغل لك بوصه يد كمان. البوصه دي هتشتغل بوصه يد، هي اساسا قافله 120 سم، يعني هي بوصه يد في الاساس. هي كانت فاضيه تمام، واتدبلت وجت. يعني الشركه اللي استوردتها دبلتها اهي، حاجه محترمه كده، فينش محترم، ونزلتها. بوصه الله اكبر، 4 عقل، طولها 4 متر، جرايه على اللبلوب.
هتشتغل بقى كاستنج. الاكشن بتاعها من 5 ل 15 جرام قدامك اهو، من 5 ل 15 جرام، 4 متر. عايز ايه تاني؟ حاجه كده. فيبر جلاس هنا اهو، جلاس فايبر، وزنها 260 جرام. انت مش بص، الله اكبر. ميزان، ميزان البوصه، الله اكبر عليها. اللبلوب بتاعها اهو، اوريهولك تاني. لبلوب مفرغ. البرندات بس اللي بيجي اللبلوب بتاعها مفرغ. بص اللبلوب، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، مرن جدا. الله اكبر، الله اكبر. عامل لك كومبو كده تنزل بيه على البوري، ترقع بيه نص بقى كيلو الا ربع، ترقع اللي انت عايزه وملقفك يشتغل. نصيحه مني، انا رفعت عليها سمك عشان اختبرها، وكنت ناوي ان انا اكسر البوصه، بس الله اكبر استحملت. عشان كده البوصه اللي معايا هحافظ عليها، مش هرفع عليها سمك تاني، هحافظ عليها خلاص على كده. نصيحه مني، ما ترفعش عليها سمك، حافظ عليها واستخدم الموقف بتاعك عشان تعيش معاك، عشان لو ما عرفتش تجيب منها تاني. بس الصياد الصح اللي يعرف يحافظ على عدته. تمام. هطلع لك مع 3 عروض اهم، 3 عروض. هطلع لك مع كل بوصه بكرة شعر لمايض. الفيديوهات بتاعتها بتاع الاختبارات بتاعتها هتلاقيها على الصفحه، لسه منزلينها برضو. بكرة شعر 100 متر لمايض، براند، حاجه محترمه جدا. تمام. البقرة 100 متر مقاس 20، الاختبار بتاعه 7 كيلو ونص. مش محتاج حاجة تاني. فتلة قوية محترمة جدا، وتتعامل معاك مع سمك معاك لحد 7 كيلو. مع كل بوصة ظرف هركبهولك. تمام. مش هتتعامل بمكنة بقى، هتشتغلها كأنها يد. الظرف اهو هتركبه اهو. تركب الظرف بتاعك، تمد الشعر من الدبل وتلف على الايه الظرف اللي انا حاطه ده. تمام. بس كده، كده عدتك بقت كامله. طب ناقصك ايه تاني؟ هتدور عليه وتلاقي سعره برضه معدل الايام ديت. خد يا عم، جبت لك كل بوصه معاها بكره شعر والظرف وعلبه مستات. مقاس كام بقى؟ مقاس 12، عشان البوري بيحب السن الصغير علشان ايه؟ يسرقه. بس مش اي سن، سنار منقهولك. الله اكبر. بص معايا كده، حجم السناره بص صغير جدا. ده مقاس 12 ملون. عايز ابينهولك على حاجه تكون واضحه. م. مقاس 12 ملو، 3 راجع. بس السنار عشان صغير مش عارف اوريهولك، هبقى اصورهولك واكبر لك الصوره عشان تشوفه. بحلقه، مش رباط، بحلقه عشان يبقى سهل الرباط معاك، عشان السنار صغير عشان تعرف تربطه. الحربه والراجع، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هبقى اصوره وانزله لك مع المنشور. تمام. العرض ده بقى، ولا اقول لك خلي السعر ايه اكتبه لك على المنشور. 3 عروض دول رزق صاحب نصيبهم اللي يلحقهم.